يا صباح الفل، معاكم احمد عمران. في ناس كتير بتشتكي اليومين دول ان الفيكنسيز اللي بتكون معروضه بيكون السالري فيها اقل من الايام اللي فاتت او من الفترات اللي فاتت. وفعلا علشان انا بقالي فتره بنزل فيكنسيز وكده، بلاقي ان فعلا في السالري قل كتير جدا عن الاول. وبشوف حتى السالري، يعني انا بستعجب ليه. يعني شفت مثلا حد كان طالب مهندس وكاتب ان السالري 2500 درهم، وبروجرامر مثلا ب 3000 درهم. وشفت حتى ويب ديفلوبر فرونت اند كانوا كاتبين السالري 2000 درهم. والسالاريز دي مش طبيعيه، السالاريز دي ما كانتش موجوده في الاول يعني. المعدلات دي ما كانتش موجوده قبل كده. هو طبعا الموضوع ده يرجع ليه اكتر من عامل. اول عامل فيه ان الناس هنا بقت زياره كتير جدا، عدد الزيارات هنا بقت في الامارات بقى كتير جدا. فده خلى ان الشركات بتعرض عليها اكتر من سي في، فعشان كده ان وفر من الموظفين عكس الاول. وتاني عامل ان يقلل السالري، ان في ناس بيكون هنا مثلا زياره والزياره بتاعتهم قربت تنتهي، فبيقبلوا باي سالري حتى السالري ده لو يكون قليل، على سبيل ان يتعمل لهم اقامه وبعد كده ان هم يدوروا على شغل تاني. وانا الصراحه يعني مع وجهه النظر دي. يعني انت لو خلاص الفيزا بتاعتك قربت تنتهي ومفيش حل غير ان انت ترجع، ممكن انت تقبل بشغلانه السالري بتاعها هيكون قليل، في سبيل كده ان انت يكون معاك اقامه. بعد كده ان انت تحاول ان انت تدور على شغل افضل والسالري بتاعه يكون مناسب اكتر ليك. ده برضه من العوامل اللي خلت السالري بيكون قليل جدا هنا. يعني انا حتى بشوف ناس ان هم اوفر كواليفايد بيقبلوا بسالاريز يعني ضعيفة جدا، بس حاليا هو ده اللي بيكون متاح بالنسبة لهم. وتالت عامل ان في بعض الدول بيقبلوا باي سالري عشان يهربوا من الوضع الحالي في الدول بتاعتهم. يعني مثلا سوريا مثلا ومصر والسودان فيهم مثلا مشاكل دلوقتي حاليا، فممكن هو يقبل هنا بسالري اقل سبيل كده انه يعيش في جو افضل او اجواء افضل من بلادهم. وكمان برضه في مثلا الفلبينيين والباكستانيين والهنود مثلا بيقبلوا بسالري ضعيف جدا، لان هو بالنسبه لهم السالري ده بيحوله بلده بيكون بالنسبه له مبلغ كبير. فعشان كده برضه ده من العوامل اللي قللت السالري. يعني في ناس ممكن تقبل سالري 1500 درهم و2000 درهم، قصاد كده ان المعيشه هنا السكن بالذات بيكون غالي. يعني السكن المتوسط بتاعه بيكون مثلا 1000 درهم او 1100 درهم. فالحاجات دي كلها قللت السالري هنا. اتمنى الايام الجايه الدنيا تتحسن هنا والاوضاع ترجع قبل فتره الكورونا، ويكون السالري كويس جدا. متنساش تعمل لي اشتراك في القناه ولايك لو الفيديو عجبك. سلام.